الإخوان الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على المصطفى الأمين. في هذا الفيديو غادي نتحدثوا شوية على القمة العربية اللي تقامت بالجزائر الأسبوع الماضي. هو بصراحة لسنا بحاجة إلى توضيح أن مساعي الجزائر في تنظيم قمة عربية اللي سمتهم بالعرب ومن أجل لم شمل العرب، اللي هي دائما كتعمل العكس، أنها تتشتت شمل العرب. كان الهدف واضح منذ البداية، وظهر أكثر من خلال جعل القمة تتنعقد يوم عيد وطني بالجزائر، بحيث تستعمل هذا الحدث بإسراف لأغراض داخلية محضة إيديولوجية، وهو اللي شارت له عدة صحافات من بلدان الشرق الأوسط على الخصوص. ويمكن القول أن هنا كاين واحد السببين حقيقيين لتنظيم هذه القمة. السبب الأول هو مشكل شرعية النظام العسكري الجزائري اللي ظلت محاطة بهالة من التشكيك، رغم أنهم طمسوا الحراك الشعبي الذي طلب بدولة مدنية وبمغادرة الوجوه العسكرية. والسبب الثاني هو شعور النظام المذكور بتراجع أدوار الجزائر إقليميا ودوليا في ظل تغير الكثير من موازين القوى المحيطة، واللي من أهمها بروز الدور المغربي، خاصة بعد الاتفاقية الثلاثية اللي كان من نتائج ديالها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وكذلك انتزاع اعتراف إن صح القول تمين من إسبانيا، دون الحديث على الدور الاقتصادي اللي صبح كيلعبوا المغرب سواء في العلاقات ديالو بافريقيا او الاتحاد الاوروبي، والقائم على شراكات كبرى ومنطقه ربيح ربيح اللي كيهدد مستقبل الجزائر المعتمده في الاقتصاد ديالها حتى الان على ريع الثروات الطبيعيه الايله للزوال. وكذلك قراءة سريعة في البيان الختامي للقمة اللي كيبرز بوضوح ما يلي: أن الإنشاء والأساليب البلاغية العامة المعتادة في مثل هذه القمم، اللي لا تعني في معظمها أي شيء محدد، هيمنت كالعادة على حساب التدابير الملموسة، أن وضع القضية الفلسطينية في الصدارة بدون الخروج بأي تدابير حقيقية لحل هذه القضية، سوى إنشاء اللجان العديمة الجدوى والتذكير بمبادرات سابقة لم تعد سرية المفعول، هو نوع من المتاجرة السياسية بالقضية بدون تحقيق أي مردودية لصالح الشعب الفلسطيني، بحيث صار من الواضح أن الخطوة الجزائرية ما هي إلا رد فعل يعني باهت واضح على اتفاقية المغرب مع أمريكا وإسرائيل. ويعلم الجميع أن المصالحة المزعومة اللي تمت في الجزائر بين القوى الفلسطينية هي مجرد توافق هش، لن تكون له أي مردودية ميدانية مباشرة، كما حدث في اتفاقات سابقة قادتها أطراف أخرى من قبل. والحديث على كل الأزمات وقضايا اللي سموها بالعرب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا، وحتى عن حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي، وكذا عن أسس احترام قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون المثمر والالتزام المتبادل، دون التطرق لمشكلة المغرب والجزائر، يعني الحدود المغلقة والعلاقات المقطوعة. وهو ضرب من العبث السريالي اللي طائل من وراءه أنه لا يمكن أن تقوم الجزائر بلم شمل بلدان أخرى واحترام حسن الجوار فيما بينها، وهي تسعى إلى تقسيم البلد الأقرب إليها. أن السكوت على تحالف الجزائر مع إيران اللي كتشن حرب على عدة واجهات من بلدان الخليج واللي دخلت الآن لشمال إفريقيا كيعكس انعدام أي إرادة حقيقية لجمع الشمل. وهو أن المعاملة اللي طبع سلوك السلطات الجزائرية مع الوفد المغربي واللي كان يخلو من أبسط قواعد اللياقة والاحترام تتناقض كليا مع الأهداف المعلنة لهذه القمة، بحيث يبدو أن حضور المغرب في القمة كان مصدر انزعاج للجزائر أكثر مما هو عامل نجاح للمؤتمر. فهذه هي يعني خلاصة هذه القمة اللي عملوها الجزائريين، أنهم تيحاولوا يوهموا الناس أنهم قوة إقليمية، قوة ضاربة كيف قال تبون، ولكن للأسف دائما كيشوهوا براسهم، كيديروا الضحك فيهم. وهذه ضربات قوية وصفعات قوية لهم،
ويعني الانتصار لبلدنا الحبيب المغرب، وانتصار ملكنا الهمام محمد السادس بسياسته الحكيمة. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.